ازيكم عاملين ايه؟ انا هند دكتوره صيدلانيه، والنهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا لكل البنات، وهو احدث طريقه لازاله الشعر بدون الم وبتكلفه اقل ووقت قصير جدا. لو انتوا اول مره تشوفوني ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه ولايك للفيديو وشير لاصحابكم وكومنت برايكم، ويلا نبدا الفيديو. علشان بشرتك تكون ناعمه وملساء ومفيش فيها شعر باستمرار، دي حاجه صعبه ومكلفه، صح كده؟ طبعا لا، غلط. علشان اكيد كل اللي جه في بالنا دلوقتي يا اما الطرق التقليديه اننا نعمل شيفنج او سويت او واكس كل يومين علشان نظهر دايما بشكل كويس ومن غير ما نتكسف من الشعر اللي مش حابين ظهوره. لكن دي طرق كلها قديمه ومؤلمه وتقليديه، غير انها اوقات كتير بتسبب التهابات واسمرار للبشره. يا اما جه في بالنا الطرق الحديثه وهي الليزر في العيادات، وده بيبقى مكلف جدا، يعني بندفع الاف شهريا، غير الجلسات التاكيديه كل فتره والمشاوير. غير كمان ان ناس كتير ممكن تكون مش حابه فكره ان يبقى في حد بيعمل لها الجلسات دي اصلا. لكن انا جايه النهارده بمفاجاه هتخلصكم من كل ده ونقضي على ظهور الشعر الغير مرغوب فيه نهائيا في مده قصيره جدا، وهنوفر مجهود وفلوس كمان، وده من خلال تجربه شخصيه مع افضل جهاز ليزر منزلي من شركه دومادو. احدث طريقه لازاله الشعر من اي منطقه في الجسم بسهوله وامان وبدون الم، ده غير اننا في خلال شهرين بس الشعر نموه هيقل تدريجيا ومع الوقت مش هيظهر تاني خالص. كمان الجهاز مناسب للناس اللي بتعمل ليزر في العيادات، يقدروا يكملوا بيه الجلسات او يعملوا بيه الجلسات التأكيدية. طيب اشمعنى جهاز ازالة الشعر المنزلي من شركة دومادو؟ وده لانها شركة بريطانية متخصصة في تصنيع اجهزة الليزر، ومنتجاتها بتتباع لكل دول العالم، والجهاز فعال جدا وفيه تقييمات ايجابية كتيرة جدا من دول العالم اللي بيتباع فيها. طب خلونا بقى نتكلم شوية عن مواصفات جهاز دومادو لإزالة الشعر. أنا هطلعه معاكم دلوقتي ونشوف شكله كده ونتكلم عليه. عايزين نشوف ازاي نستخدمه وتجربتي الشخصية وسعره اللي هيبقى مفاجأة بجد لكل الناس على المميزات والنتائج اللي موجودة فيه، وكمان في خصم خاص قدرت اوفره ليكم. الجهاز فيه مليون ومضة وعمره الافتراضي 18 سنة، يعني ضمان لراحة ونتائج لفترة طويلة جدا. وكمان الجهاز بيبقى معاه ضمان لمدة سنة، والجهاز فيه شاشة لإظهار عدد الومضات الباقية بعد كل استخدام، وكمان بيوضح لي مستوى الحرارة المستخدم. وبالنسبة لمستويات الحرارة، الجهاز فيه 5 مستويات، وده لسببين. اول سبب علشان يناسب جميع اماكن الجسم المختلفة، سواء الرجلين، الايدين، الاندر ارم او الوجه او البيكيني لاين والاستومك وهكذا، لان هو طبعا بيستخدم على جميع مناطق الجسم. وتاني سبب علشان يناسب جميع الوان البشره، وفي استثناء هنا للبشره السوداء الداكنه، فاللون ده الوحيد اللي مش بيتناسب مع الليزر في العموم، مش بس المنزلي فقط. الجهاز كمان حجمه صغير ومصمم بشكل انيق، ممكن ان احنا ناخده معانا لاي مكان، يعني هنلتزم بالجلسات ومفيش كسل نهائي. هيبقى فيه فيديوهات توضيحيه لطريقه الاستخدام وشكل الجهاز، والانبوكسنج بتاعه هيبقى على الشاشه في الجنب. طيب طريقه الاستخدام حرفيا مفيش اسهل من كده. اول حاجه ان انا لازم اعمل شيفنج قبل عمل الجلسه بحوالي 3 او 5 ساعات، ويفضل ان انا اخد شاور قبل الجلسه مباشره. وهما كمان بيجيبوا اصلا شفره شيفنج كده معانا، ولكن ممكن نستخدم الشفرات الشيفنج بتاعتنا عادي. كمان لازم نتاكد ان مفيش اي اكسسوار او اي حاجه معدنيه في الايدين او الاصابع وقت استخدام الجهاز. وبالخطوتين دول كده بس انا جهزت نفسي للجلسه. طيب بالنسبه للجهاز، الجهاز بيجي معاه الباور سبلاي بتاعه، وكمان جايد موضح فيه كل حاجه ممكن نحتاجها اثناء استخدام الجهاز. وكمان بيجي معاه نضاره، ودي بنلبسها وقت الجلسه، وبالذات لو هنعمل جلسات على الوجه. الجهاز مفيش فيه بطاريه، هو بيشتغل فقط من خلال التوصيل بالكهرباء مباشره. بضغط على زرار الباور مره واحده لتشغيل الجهاز، وبنسمع صوته، وبكده نقدر نبدا في استخدامه. التحكم في درجات الحرارة بيكون من خلال زرار الباور، كل ضغطة بتعلي لي مستوى. والأفضل كمان استخدام الجهاز على مستويات الحرارة المنخفضة، يعني المستوى الثاني أو الثالث في الأسابيع الأولى. الجهاز فيه حساس لازم يكون ملامس للبشرة لإطلاق الومضات، وده للأمان. وكمان الجهاز بيتمتع بخاصية الإطلاق التلقائي للومضات، وده عن طريق إن أنا بضغط ضغطة مستمرة على الزرار اللي جنب زرار الباور، وهيظهر شكل مثلث على الشاشة لتوضيح إن الإطلاق التلقائي للومضات اشتغل خلاص. وده علشان لو محتاجين حرية أكتر في توجيه الجهاز على الأماكن اللي احنا بنعمل عليها الجلسة. وبكده الجهاز يبقى جاهز للاستخدام. بكده نكون اتكلمنا على الجهاز بشكل مفصل جدا. فاضل المفاجأة الأخيرة وهي سعر الجهاز.
الوقت ده عاملين عليه خصم اكتر من 25%، وكمان في توصيل مجاني لحد البيت، وبجد هو فرصة مش هتتعوض، وجهاز اساسي لكل بنت. تقدري تجيبيه في جهازك، تقدري تجيبيه حتى وانت لسه مش بتجهزي، لان دي من الحاجات الاساسية واللي بتدي ثقة في النفس. نقدر نجيبه منين؟ يا اما عن طريق اللينك اللي انا هسيبه لكم في الديسكربشن بوكس تحت، او هتلاقوه في البايو عندي في الانستجرام، او تقدروا تطلبوه من صفحه انستجرام الخاصه بيهم، وعرفوهم انكم تبع دكتوره هند السرفي علشان تستمتعوا بالخصم والتوصيل المجاني. وفي فيديو هيظهر دلوقتي عشان يوضح لكم طريقه الطلب من على اللينك، وكمان السعر المتاح بيه. هتدخلوا على اكونت الانستجرام الخاص بيا باسم دكتور هند السلفي، وهتضغطوا على 3 اذر، هيطلع لكم اللينك الخاص بجهاز ازاله الشعر بالليزر علشان تقدروا تحصلوا على الخصم والتوصيل المجاني. هننزل تحت هنختار علم الدوله الخاص بينا عشان يظهر لنا سعر الجهاز بالديسكاونت والتوصيل المجاني اللي احنا هنحصل عليه عن طريق اللينك. وعند رقم 2 هنا نقدر نختار عدد الاجهزه، سواء 1 أو 2 أو 3. وبعد كده أنا هنا مثلا عملت جهاز 1 واضغط على اضافه الى السله وانتظر الخطوه اللي بعدها. هيظهر لنا صفحة فيها ملخص عدد الأجهزة. أنا كنت مختارة جهاز 1، فظهر لي سعر الجهاز بالديسكاونت الخاص بقسيمة شراء دكتور هند عن طريق اللينك اللي احنا دخلنا عليه في الانستجرام، والتوصيل المجاني، ونعمل التقدم لإتمام الطلب. بعد كده هيجيلنا تفاصيل صغيرة زي ان احنا نسجل الاسم الأول بتاعنا والاسم الأخير، كمان عايزين العنوان اللي احنا هنبعت عليه الجهاز، والمدينة والدولة اللي احنا هنطلب عليها الجهاز، ورقم موبايل للتواصل. الرمز البريدي مش حاجة مهمة خالص، المهم البريد الإلكتروني أو الإيميل. وبعد كده في نوتس لو أي حاجة عايزينها نضيفها. ظهر لنا تأكيد على سعر الجهاز وإن احنا واخدين الخصم بقسيمة دكتور هند والتوصيل المجاني. هنختار طريقة الدفع سواء كاش أو كريدت كارد، هندخل تفاصيلها ونعمل تأكيد الطلب، وبكده نبقى طلبنا الجهاز. ومبروك عليكم. نيجي بقى لعدد الجلسات ونعملها كل قد إيه. اول حاجه ان احنا بنحتاج جلسه واحده بس لمده من 10 ل 15 دقيقه، لان دي اقصى مده الجهاز ممكن يفضل شغال فيها باستمرار. وبعد كده ممكن نريحه ربع ساعه ونرجع نكمل ربع ساعه تانية ونريحه ربع ساعه وهكذا. واصلا الجلسه حرفيا بتخلص في اقل من المده دي لانه سريع جدا. احنا بنحتاج جلسه واحده كل اسبوع، وده بيبقى لمده شهرين ل3 شهور بالكتير قوي على المنطقه الواحده، يعني مثلا لو على الدراع او الرجل وهكذا. ودي المده اللي بنلاحظ فيها تقليل ظهور الشعر بشكل كبير جدا، وبصراحه يعني بنبقى مبهورين بالنتيجه. بعد الفترة دي بحتاج جلسة واحدة بس، مدتها برضو من 10 ل 15 دقيقة كل شهر، ولمدة 3 شهور تانيين، أي ما يعادل مثلا 3 جلسات بس. بعدها جلسة كل 6 شهور، ودي يعني اللي تعتبر كده الجلسات التأكيدية. وفي ناس استجابتهم بتبقى عالية بتحتاج عدد جلسات أقل أو فترات أبعد من ال6 شهور كمان في الآخر. في بقى شوية تبس كده هنقول عليها لعمل الجلسات الليزر عموما علشان نقدر ان احنا نحصل على أفضل نتيجة. أول حاجة، ممنوع نهائي 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 استخدام السويت أو الواكس في فترة الجلسات أو حتى بعد الجلسات نهائي. كمان لازم نرطب بعد الجلسة كويس جدا جدا، ويفضل ان انا استخدم جل الالوفيرا او كريمات السيكا، هي كويسة جدا، او اي كريم مرطب، بس بشرط ما يكونش فيه عطور او مقشرات او اي حاجة تحفز التهاب البشرة. طبعا كل ما كانت البشرة فاتحة والشعر اغمق كل ما النتائج تبقى اسرع واقوى، لان الليزر هو عبارة عن ضوء بتمتص صبغة الميلانين اللي في الشعرة وبيبقى مديها لونها، بالتالي بتتلف بصيلة الشعرة وبتوقف نموها. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش تقولي لي رأيكم في الكومنتات تحت، ولو انتم مش مشتركين في القناة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب. وبس كده، يلا باي.